السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم على حل مشكلة الناس كلها بتقابلها، ان هو دايما لما تخلص دراسة بيبقى عندك محتاج انك تاخد خبرة عشان تبدأ تشتغل في سوق العمل. فدايما انت خلصت دراسة، والله طب محتاجين بقى 10 سنين خبرة، اجيبهم منين وانا لسه مخلص دراسة؟ فده الحل بقى اللي هقدمه لك النهارده في الفيديو، وهو الدراسة المزدوجة. يعني ايه دراسة مزدوجة؟ الدراسة المزدوجة او الدوال ستوديوم، انك تدرس حاجتين في نفس الوقت او تعمل حاجتين في نفس الوقت، وهو انك بتعمل خليط ما بين انك بتدرس في الجامعه وانك بتشتغل في شركه. يعني 50% من وقتك تقريبا بتقضيه في الجامعه بتدرس، و50% بتقضيه في الشغل او في الشركه اللي انت هتشتغل فيها مع الدراسه. وكذلك الشغل اللي انت تشتغله ده بيكون جزء من المواد اللي عليك في الجامعه اللي انت المفروض تخلصها، وده طبعا بيديك مزايا كتير جدا جدا جدا. خلينا نقول المزايا والعيوب في الاول كده قبل ما نخش في التفاصيل وازاي تقدم عليها، وكذلك اوريك الجدول مثلا على احد الشركات على النت في اخر الفيديو. الميزه الاولى وهي زي ما احنا قلنا انك بتجمع بين الاثنين. يعني النهارده انا بدرس حاجه ليها علاقه بالهندسه وبشتغل في شركه بتطبق الحاجه اللي انا بدرسها دي، فبالتالي بيبقى عندي الخبره العمليه موجوده. تاني حاجه بتكون كذلك ان انا باخد شهادتين، باخد شهاده خبره من الشركه اللي انا متخرج منها او اللي انا اشتغلت فيها، وباخد كذلك شهاده تخرج من الجامعه سواء كانت بكالوريوس او ماجستير، لانه هو دراسه عاديه خالص. ثالث حاجه وهي اللي انا باخد مرتب، يعني باخد مرتب كاني شغال فول تايم عادي جدا، كاني موظف شغال فول تايم، ممكن يوصل لحد 1500 يورو في الشهر. وده طبعا بيخليني دايما مستريح، لان انا عندي فلوس داخلالي، مش محتاج ان انا اشتغل شغلانه ثانيه جنب الدراسه، ويا دوبك ان انا بذاكر وبشتغل، والشغل بتاعي هو بيغطي تكاليف حياتي. لان عامه الحياه في المانيا حاليا بتكلف 850 يورو في الشهر للشخص الواحد. والميزه الاخيره انك بتعمل علاقات كويسه جدا جدا في الجامعه وكذلك في الشغل، فبالتالي يبقى انت عندك علاقات في الشركه، وبنسبه 90% الناس اللي بتعمل البرنامج دوت بتكمل في الشركه اللي هي عملت فيها الدوال ستوديوم بتاعتها. طب هل الموضوع ليه عيوب بقى؟ طبعا ليه عيوب. العيوب بتاعته واضحه جدا، ومن اسمه انك بتعمل حاجتين في نفس الوقت. يعني انت بتذاكر وبتشتغل، فده بيخلي عندك ضغط كبير، سواء كان ضغط في الوقت او سواء كان ضغط في توزيع تاسكات. تلاقي الناس مثلا في الاجازه بتاعه السمستر، بين كل سمستر وسمستر بياخدوا اجازه وبيروحوا مثلا يزوروا اهلهم، لكن انت بتكون بتشتغل بقى في الفتره دي. يعني الفتره اللي الناس بتاخد فيها اجازه في الدراسه انت بتكون بتشتغل فيها، فبالتالي يبقى عندك لود كبير جدا. لكن ده طبعا بتحاول انت تعوضه ان انت يبقى عندك اريحيه او تعمل بالانس بين الاثنين. كذلك من العيوب برضو ان انت بتحتاج ان انت تدفع رسوم الجامعه او رسوم الدوال ستوديوم او الهوخشوله او المكان اللي انت هتقدم فيه دوت. وطبعا الكلام ده بيكلف كتير، تقريبا 300 500 يورو في الشهر. وفي حل من الاثنين للموضوع دوت. الحل الاولاني انك بتدفعه من المرتب بتاعك، لو انت مثلا بتاخد 1200 او 1500 يبقى بتدفع مثلا منهم 500 كل شهر رسوم البرنامج بتاعك، او انت بتكلم الشركه اللي انت بتتدرب عندها ان هي تغطي لك التكلفه بتاعه التيوتيشن فيز ديت او الرسوم الدراسيه. فده برضو ليها حل، لكن برضو كذلك حاجه صعبه انك كل شهر تدفع، لان الدراسه الطبيعيه في المانيا انت مش بتدفع كل شهر، انت بتدفع مره واحده في الترم بس وخلاص. واخر عيب واللي هو مش عيب قوي، يعني ان هو انت العقد بتاع الشغل بتاعك بينتهي بانتهاء الدراسه، فما ينفعش ان انت تمد الدراسه بتاعتك مثلا، او ان انت تقول والله انا هاخد سمستر بريك واسافر وارجع. لا، انت العقد بتاعك مربوط بعدد السمسترز اللي انت المفروض تدرس فيهم، فبالتالي لازم تاخدهم كلهم مره واحده. فبالتالي ده بيبقى هو سنتين بقى ضغط كده. لو انت هتاخد مثلا ماجستير هم سنتين هتشتغل فيهم وهتدرس فيهم، لكن في الاخر هيطلع لك فعلا تطلع انت شخص عندك خبره كويسه جدا في المجال انت بتشتغل فيه، والناس هتخطفك لان انت عندك شهادتين، شهاده خبره وشهاده دراسه. طيب الاقي الفرص دي فين؟ الفرص دي موجوده على النت في مواقع كتير جدا هنتكلم عليها في اخر الفيديو. هنفتح نشوف كذلك برنامج عملي. لكن عاوز اقول لك ان بي ام دبليو، مرسيدس، اودي، سيمنز، كل الشركات الكبيره العالميه اللي انت شايفها حواليك في اي حته في العالم موجوده في المانيا، تقدر انت تقدم فيها وهتلاقي موجود على الويب سايت بتاعهم. في 3 اماكن اساسيه تقدر انت تروح ليها عشان خاطر تحصل على الدراسه المزدوجه. واول حاجه هي الفخهوخشوله او الجامعات التطبيقيه، وكذلك برضو في جامعات خاصه تطبيقيه اسمها دوال هوخشوله، وده برضو بيبقى حاجه بس محدده شويه وبيبقى فيها رسوم اكتر شويه. واخر حاجه خالص وهي مواقع الشركات نفسها. يعني في شركات بتقول لك والله انا محتاج حد يكون بيدرس في المجال دوت مع الجامعه مثلا بتاعه شتوتجارت، وهنديله 1 2 3 4 5. فتخش مثلا على موقع بتاع بي ام دبليو نفسه وتلاقي ان في برامج موجوده. ملحوظه اخيره قبل ما ننقل على اللابتوب، ان المنح كذلك متاحه ان انت تاخدها مع الدول ستوديو. مش معنى انك بتقبض مرتب شهري ان انت ما ينفعش تقدم على منحه، لا، انت ينفع تقدم على منحه، لان في بعض التخصصات بيبقى المرتب بتاعها قليل، ممكن توصل مثلا 800 يورو اللي هو تقريبا بيكفيك قوي او ما يكفكش حتى ان انت تعيش في الشهر. فبالتالي ينفع انت تقدم على منحه، لكن المنحه بتزيد نقطه ضغط عليك كمان، ان هو شرط استمرار المنحه هو استمرار التفوق. فلو انت اوريدي شخص متفوق الموضوع بالنسبه لك هيبقى جميل. وانا كعبد الله عماد
واحد لو الزمن رجع بيا كنت دورت على حاجه في المجال دوت. خليني ما اطولش عليكم، يلا بينا نروح على اللابتوب نبص على المواقع اللي ممكن تدور فيها علشان خاطر تلاقي المجال بتاعك المناسب او الديول ستوديوم المناسبه ليك، وكذلك ايه الابلكيشن هيمشي ازاي وتقسيمه الوقت. هل ال 50 دول كلهم مثلا بشتغل شهر كامل والشهر الثاني بدرسه ولا ايه الدنيا؟ فيلا بينا على اللابتوب. اول حاجه هتعملها انك هتكتب على جوجل نفسه دوال ستوديوم او دول ستاديز ان جيرماني، هتلاقي بيظهر لك لينكات فيها سواء كانت بقى حاجات زي جوبس اوبورتيونيتي كده كانها وظايف او كانها برامج كامله وفي منح مموله بالكامل زي ما انت شايف كده معايا. انا دلوقتي هشرح لك على الموقع الاشهر في الموضوع بتاع الدراسه المزدوجه وهو فيجفايزر، اللي هو بيقول لك والله انا عاوز اشتغل في انهي مجال بالظبط. فلو انا مثلا عاوز اشتغل في المجال بتاع الهندسه المدني اشتغل في شتوتجارت وابدا ان انا ادور، هتلاقيه ظهر لي على طول ان في مدرستين او جامعتين متخصصين بيدوا برامج وفي 24 شركه بتدي برامج وكذلك. فانا ممكن اخش مثلا على المدارس الاقي ان في حاجات ليها علاقه بالاداره بالمانجمنت وحاجات ليها علاقه بالاي تي، ولو شفنا الشركات نفسها هنلاقي هنا في شركات موجوده تقدر تقدم عليها زي بي اند او اند بام، وممكن كذلك برضو ده هنا دريس اند زومر دوت من اشهر الشركات اللي شغاله في مجال الكونستراكشن في المانيا. طبعا بالنسبه للغه تقدروا تنزلوا الاكستنشن بتاعت جوجل ترانسليت هيظهر لك على طول التخصصات بتاعتك. تقدر انت تخش مثلا لو دخلنا على تخصص زي كده تقدر انت تشوف الموقع نفسه اللي هتقدم من عليه لو انت داخل من على الموقع دوت يعني، وتقول والله محتاج ايه. والله في عندهم برامج البكالوريوس في المجال ده في المجال ده والمجال ده. فانا مثلا هتكلم على الجزء بتاع السيفل انجينيرنج، لازم زي ما قلنا ان هو يكون مع جامعه. فالجامعات اللي هو شغالين معاها جامعه يونيفرسيتي بتاعت ايه بادن فيرتنبرج اللي هي الجامعه بتاعت شتوتجارت اللي احنا فيها دي. بس كده هتيجي هنا هتقوم جاي بعد كده تخش على الموقع بتاع الجامعه نفسها تعرف ايه هي المشاريع اللي موجوده او ايه هي البرامج الموجوده وتبدا تقرا اكتر تفاصيل. وبعد كده بتبدا ان انت توصل للبروجرام بتاعك. انت تلاقي البروجرام اللي هو بيقول لك اهوت والله ده الصفحه الرسميه بتاعه الجامعه، تقدر تخش عليها وتشوف البرنامج اللي احنا كنا بنتكلم فيه. البرنامج بتقدم عليه زيه زي اي دراسه خالص، كانك بتقدم في دراسه عاديه خالص. ممكن برضو تحتاج حساب بنكي مغلق لو انت الشغلانه اللي انت هتشتغلها مش هتكفي مصاريفك. لو قلنا 800 يورو مثلا، في 800 يورو دول مبلغ صغير، فبالتالي انك محتاج ان انت يبقى معاك حساب بنكي مغلق. لكن لو انت بتقبض مرتب اوريدي كبير فمش محتاج حساب بنكي مغلق. طيب هنبدا تقدم، وممكن ابعت لكم فيديو او يعني ممكن يظهر لكم هنا دلوقتي الفيديو بتاع اللي هو متطلبات الدراسه عامه، مش همشي فيها في الفيديو دوت. لكن خليني اقول لك المواقع الثانيه اللي هتساعدك جدا انك تلاقي تخصصات مناسبه ليك. اول موقع دوت اللي هو الموقع بتاع ماي جيرمان يونيفرسيتي، وده برضو فيه تخصص خاص بالدراسه المزدوجه زي ما انت شايف هنا. كذلك برضو موقع داد لو انت بتدور على منح في المجال بتاع الداد دوت، فهتلاقي ان هو في جزء كامل خاص بالدول ستادي. وطبعا الهاير اديوكيشنال كامبس ده برضو حاجه مخصصه من الحكومه الالمانيه عشان ده برضو تقدر تلاقي البرامج المتخصصه بتاعتك. واخيرا واشهرهم برضو كذلك في المانيا، بس ده طبعا للالمان اغلبهم بيستخدموه، وهو اتسوبي هو اختصار لكلمه الشخص اللي بيعمل اوز بيلدونج وفي نفس الوقت بيدرس، فهو اللي هو بيعمل دوال ستوديوم بيقولوا عليه اتسوبي يعني. فده برضو المواقع المهمه كده. انا اكون غطيت لكم اغلب التفاصيل الحمد لله في الفيديو دوت. لو لسه عندكم اي اسئله اكتبوها تحت في الكومنتات، وسلام عليكم.